السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة الحاتي في البيت بطريقة سهلة، واتحداكي بعد ما تشوفي الفيديو بتاعي انك تشتريها من بره تاني. قد ايه هي جوسي وقد ايه طعمها في منتهى الجمال. يلا ارفعولي الفيديو بتاعي باللايك. أول حاجة هنبتدي بيها تحضير الكبة، وهنزل في الكبة بتاعتي ب3 بصلات يكون حجمهم وسط مش كبير. هنزل على البصل بمعلقة من الملح لأن الملح بينزل المية بتاعة البصل كويس جدا. هجيب بقى كده المصفى وهبدأ كده في البولة أصفي البصل بتاعي كويس جدا. أنا في المرحلة دي محتاجة التفل بتاع البصل. هصفي البصل بتاعي كويس جدا، وهقول لكم برضو المية بتاعة البصل هعمل فيها ايه. في نفس الكبة حطيت كيلو من اللحمة المفرومة، أنا جايباها فيها نسبة من الدهن. يعني وإنتي بتشتري اللحمة المفرومة بتاعة الكفتة قوليله أنا عايزة أحط فيها نسبة من الدهن. نزلت كده على كيلو اللحمة بالتفل بتاع البصل، ونص معلقة من البابريكا، وشوية من الملح، وشوية من الفلفل الأسمر، وشوية من بهارات اللحمة. أنا مش بزود توابل يا جماعة على الكفتة، علشان الكفتة كل ما بتزودي التوابل كل ما الطعم بتاعها بيروح. هبدأ كده في الكبة أنعم اللحمة بتاعتي كويس جدا جدا مع البصل والتوابل. طيب أنا لو ما عنديش كبة هعمل إيه؟ وأنا بشتري اللحمة المفرومة بجيب عليها زي ما قلتلكوا نسبة من الدهن، وبخلي الجزار يفرمها لي مرة واتنين لأن أنا بكون محتاجاها ناعمة جدا جدا. وانا بلف كده اللحمة المفرومة نزلت عليها كمان بمعلقتين كبار من الدقيق. انا هقرب لكم كده الكاميرا وهوريكم اللحمة وهي بتلف مع البصل والتوابل والدقيق. هتبدأ كده تلف تلف لحد ما الكبة بتاعتي تجمع لي اللحمة، والاقيها كلها كده دخلت في بعضها واتفرمت كويس جدا جدا. ده كده بقى شكل اللحمة بتاعتي أو الكفتة. هبدأ بقى كده أفرمها كويس زي ما قلتلكوا، وهتبقى معايا شبه العجينة بالظبط. ما تتخضوش ولا حاجة وتقولوا هي بقت عاملة كده ليه. أنا بوريكوا اهو بعينيكوا. أنا كده اللحمة بتاعتي بقت عاملة زي العجينة بالظبط، والبصل مختفي تماما مش باين خالص. أنا هسيبها في التلاجة ترتاح لمدة ساعتين، يعني سيبوها في التلاجة أكبر فترة ممكنة. ده كده بقى شكلها. انا هسيبها في التلاجة، ويلا بينا اوريكم مية البصل. هنزل عليها بمعلقة كبيرة من الصلصة، ونفس التوابل اللي انا حطيتها على اللحمة هي اللي هحطها على مية البصل. ملح، فلفل اسمر، نص معلقة من البابريكا، كمان نص معلقة من بهارات اللحمة. وهقلب كده مية البصل كويس جدا جدا. ده كده بقى شكل اللحمة المفرومة بعد ما خرجت من التلاجة. بقت متماسكة معايا وفي منتهى الجمال. مش عايزة نقول لكم والله يا جماعة، يعني جربوا الطريقة حرفيا هتلاقوها أجمل كتير كتير من اللي بنشتريها من المحلات بره. خاصة الحاجة انت كمان ضامنة اللحمة انت جايباها منين، وحاجة نظيفة ومضمونة وانت عاملاها بإيدك في قلب البيت. جبت بقى كده زي ما انتم شايفين الخلل بتاعت الشيش طاووق، يعني انا حطيت صباع الكفتة على عودين من الشيش طاووق. عايزه نقولك بقى ممكن يجيلي في الكومنتات دلوقتي ناس تقولك انت يا زوزو ما انتيش لابسه جلافز ليه. انا يا جماعه في بيتي وحاجتي نظيفه، وانا كنت مصوره لكم المطبخ بتاعي قبل كده وانتوا شفتوا حاجتي نظيفه. ودي حاجه البيت يا جماعه، احنا ايدينا في الميه طول اليوم. يعني انا اسفه جدا لو انا مش بعرف البس الجلافز في البيت. هبدأ بقى كده أشكل صوابع الكفتة زي ما انتوا شايفين على العيدان أو السياخ بتاعة الشيش طاووق، وببدأ كده أبل إيديا بالمية بتاعة البصل. يعني أنا التشكيل بتاع الصوبع ببدأ كده أبل إيدي بالمية بتاعة البصل زي ما انتوا شايفين كده. ادي العصيان بتاعة الشيش طاووق. ببدأ كده باخد من اللحمة المفرومة وببل إيدي، وببدأ كده أعمل التعريجات بتاعة الحاتي اللي بتكون في صباع الكفتة. يعني عايزه اقول لكم شويه خطوات هتفرق معاكم جدا جدا في الكفته المشويه. هبدأ بقى كده أشكل وأصبع كل الكمية بالشكل ده. وأهم حاجة بقى كده إيه، وانتوا كده بتبلوا إيديكم وتبدأوا كده تعملوا الأشكال أو التعريجة اللي بتكون في صباع الكفتة اللي بتشوفوها عند الحاتي أو اللي انتوا بتشتروها من المطاعم. لو عندك إسياخ معدن اعملي عليها برضو، مفيش أي مشكلة. طيب أنا لو ما عنديش الشبكة اللي انت بترصي عليها دي يا زوزو هعمل إيه؟ عادي جدا يا جماعة. يعني ما توقفوش نفسكم على أي حاجة، مش شرط الشبكة. ممكن تحطوها في صينية وتدخلوها الفرن، هتدينا برضو
نفس النتيجة. ادي كده هكمل الكمية كلها بنفس الطريقة. وما تنسوش وانتوا بتشكلوا الصباع بتاع الكفتة تبلوا ايديكوا بالمية بتاعة البصل والحاجات اللي احنا حطيناها عليها. ده كده بقى انا رصيت صوابع الكفتة كده زي ما انتوا شايفين. طبعا الحجم بتاع صباع الكفتة يعني اعملوه زي ما انتوا عايزين، كبير وسط صغير دي حاجة ترجع لكم. جبت بقى كده القارب وحطيت فيه كده في القعر ورق ألومنيوم أو ورق فويل، وبدأت كده بالفرشة. أنا طبعا يعني المية بتاعت البصل كنت حطيت عليها نقطة كده من الزيت، وبدأت كده أدهن صوابع الكفتة. عايزة أقولك هتخلي يعني انتوا شفتوا في بداية الفيديو اللون بتاع الكفتة عامل ازاي. بدأت كده اقلبها من فوق ومن تحت وبدهن الكفتة بتاعتي بالشكل ده. انا كنت مشغلة بقى يا جماعة بالنسبة للتسوية هتفرق معاكم جدا جدا. لازم تكونوا مشغلين الفرن قبل ما تحطوا الكفتة ب10 دقايق. انا عايزاها تدخل على فرن مسبق التسخين مش فرن بارد. ليه؟ علشان الكفتة ما تجلدش وتبدأ كده تنزل مية. لازم يعني دي خطوة مهمة انا بقول لكم عليها كمان في التسوية، ان انتوا تدخلوها على فرن يكون مسبق التسخين. ده كده بقى شكل الكفتة بتاعتي. يلا بينا ندخلها الفرن، وغمضوا عينيكم كده وفتحوها. ده كده بقى شكل الكفتة بتاعتي وهي في الفرن، ما شاء الله اللهم بارك. مش عايزة نقول لكم على الريحة عاملة ازاي والله يا جماعة، ويمكن كمان التصوير ظالم الكفتة بتاعتي. بصوا شايفين ما شاء الله طرية جدا. ومش عايزة نقول لكم والله أنا نفسي تجربوا الطريقة، الطعم بتاعها في منتهى الجمال. عيد الأضحى على الأبواب ومفيش حد فينا مش بيشوي الكفتة، وفي ناس بتعملها بره البيت. فأنا جبتلك بقى الطريقة الأصلية للكفتة المشوية. بصوا بتطلع من السياخ بكل سهولة. وبصوا شايفين صبع الكفتة عامل ازاي. والله يا جماعة دي كفتة اسمها نمبر 1. انا ولادي اول كده ما بياكلوها يقولوا لي دي كفتة نمبر 1. حقيقي والله يا جماعة بيقولوا لي كده. هبدأ بقى كده أخرجها من السياخ. هي بتطلع معايا بكل سهولة زي ما انتوا شايفين. طعمها بقى حكاية الحكاية. هجيب بقى كده الاطباق كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ كده ارصها. طبعا رصوها بالشكل اللي انتوا عايزينه. طبعا بتحطوا كده شوية بقدونس علشان تدينا بقى كده شكل جمالي في التقديم. وطبعا بنعمل معاها سلطة طحينة، بنقدمها مع رز بسمتي، يعني قدموها زي ما انتوا عايزين. رصتها كده في الاطباق، وجبت كده بقى ايه ورقة فويل كده قطعها قطعة صغيرة، وكنت حاطة كده على البوتاجاز قطعتين من الفحم. عايزين بقى كده ايه نشم بقى كده ريحة المشاوي. حطيت قطعتين الفحم على ورقة الفويل، وبدأت كده أنزل عليهم بنقطة من الزيت. بصوا شايفين بقى الدخان بتاع المشاوي حرفيا والله يا جماعة قلب الدنيا، وفارق جدا جدا في طعم الكفتة وخلاها في منتهى الجمال. ان شاء الله حبايب قلبي بعد ما بتحطوا الفحم واول كده ما بيطلع الدخان بتبداوا كده تلفوها بورق الفويل. قدموها بقى كده مع رز بسمتي وسلطه طحينه. وان شاء الله حبايب قلبي تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات بعد ما عملتوها طعمها كان عامل ازاي. كل سنه وكل حضراتكم طيبين. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. ما تنسوش الاشتراك واللايك، واهم حاجه كمان ما تنسونيش في دعوه حلوه من قلوبكم. باي باي.